السلام عليكم. من نونية الإمام القحطاني ردا على أهل الضلالات والبدع والفكرة الضالة، يقول: يا معشر المتكلمين عدوتم عدوان أهل السبت في الحيتان، كفرتم أهل الشريعة والهدى وطعنتم بالبغي والعدوان، فلا أنصرن الحق حتى أنني أسطو على ساداتكم بطيعاني. الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني، بأدلة القرآن يبطل سحركم وبه أزلزل كل من لاقاني. هو ملجئي هو مدرعي هو منجني من كيد كل منافق خواني. إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمران، الله صيرني عليكم نقمة ولهتك ستر جميعكم أبقاني. أنا في حلوق جميعهم عود الحشا، أعيا طبتكم غموض مكاني. أنا حية الوادي أنا أسد الشرى، أنا مرهف ماضي الغرار يماني. إذا سمعوا الأبيات هذه من نونيته 72 فرقة يجيهم صنج، ينجنون ينقلبون جدران. إلى يومك هذا يحاولون أنهم يردون عليه. ليه؟ لأنه دمرهم، جاب ما قاله ربي وما قاله نبيه، فضاعوا تشتتوا لأنهم على ضلال. على العموم، إيش جاب الموضوع؟ أنا كنت أبغى أتكلم عن الغزل، فلفت انتباهي إن واحد أرسل لي أبيات لابن الفارض. ابن الفارض صوفي. الصوفية هم من الفرق. الإسلام 73 فرقة، فرقة ناجية و72 في النار. على العموم الصوفية ما هم من 72 ولا هي بالفرقة الناجية، هم طريقة. يعني قد تلقى لك صوفي أشعري، صوفي قبوري، صوفي جهمي، صوفي اللي يكون، وزعهم كيف ما توزعهم. هم عندهم فكرة أو طريقة اسمها وحدة الوجود، العياذ بالله كفر. يقول لك أنه ليس هناك خالق ومخلوق، هناك خالق. الخالق يتكون على أشكال المخلوقات، أعوذ بالله. دين سكارى. حتى فرعون يوم قال أنا ربكم الأعلى قالوا ما قال غلط، ربي اللي يتكلم على لسانه. فأنت علشان تدري أنهم على ضلالة وتدري أنهم معاتيه، ومع ذلك يكفرون غيره. من أساتذة اللي هم الصوفية ابن العربي، اللي نشوفها في مسلسل أرطغرل إذا قابل له 10,000 جندي يعطيها لطمتين في الظهر ابن العربي يبيد أرطغرل 10,000. إذا أرطغرل قابل له 100,000 جندي مدرع مصفح بالحديد، طيارات سيارات صواريخ، يعطيها لطمتين في الخد ابن العربي ويبيد أرطغرل 100,000. هذا فكره. حتى بالتمثيل ما أعرفه. الصوفية بشكل عام هم بس الأتراك. ابن الفارض صوفي، ولكن علماءنا ما كفروه، قالوا لعله في آخر أيامه تاب، حسابه عند ربي، لأنها طلعت عنه كلام إنه رجع عن غواه، وقالوا ناس لا باقين في غواه، ولكن حسابه عقابه عند ربي. إحنا نبغى نتكلم، اتركونا منه، إحنا نبغى نتكلم في موضوع الأدب. لقبوه بسلطان العاشقين، كيف لا وهو اللي يقول أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وصبابتي تحييه، ومعذبي حلو الشمائل أهيف قد جمعت كل المحاسن فيه، فكأنه في الحسن صورة يوسف، وكأنني في الحزن مثل أبيه، يحارقا بالنار وجه محبه، مهلا فإن مدامعي تطفي، احرق بها جسدي وكل جوارحي، واحرص على قلبي فإنك فيه، إن أنكروا العشاق فيك صبابتي، فأنا الهوى وابن الهوى وأبيه. إما تكلم في الغزل مثلا أبو العتاهية يقول: عليكم سلام الله إني مودع، وعيناي من مض التفرق تدمع، فإن نحن عشنا يجمع الله بيننا، وإن نحن متنا فالقيامة تجمع. ابن الرومي تكلم في الغزل. طبعا ابن الرومي هذا حياته صلف، من دبور في دبور. مات أبوه، ماتت أمه، ماتت خالته، تزوج ماتت زوجته، مات عواله، احترق بيته، احترق مزرعته، من دبور في دبور. تكلم في الغزل يقول: إن أقبلت فالبدر لاح، وإن مشت فالغصن راح، وإن رنت فالريم نعمت بها عيني، فطال عذابها ولكم عذاب قد جناه نعيم، نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها، ثم انثنت نحوي فكدت أهيم، وإله إن نظرت وإن هي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم. شاعر العرب المتنبي يتكلم بالغزل. وصلنا عن شاعر العرب المتنبي.
لكن يوم تقهويت تذكرت أبيات المطرب بالدحيم يقول: ما يعدل طبلة الراس غير أم القناة، دلة ما هي بكوفي ولا شمبانيا، من خذا فنجال منها ما فكر في اتحاد ناتو وأمريكا وأوروبا وجيش ألمانيا، ما يفكر غير وشلون طارق بن زياد من يدين ملوك الإسبان فك إسبانيا. العموم شاعر العرب متنبي يتكلم في الغزل أبياته كثير، لكن من ضمنها يقول: لا السيف يفعل بي ما أنت فاعلة، ولا لقاء عدوي مثل لقياك، فات سهم من الأعداء في كبدي ما نال مني ما نالته عيناك. أبو الفوارس عنترة بن شداد. الناس في حرب، اقتله، عرقله، حط رجلك، اطرحه. وهذا يقول: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. الناس في حالة صمت تمتمة، ما تسمع حس لحد، وهذا يتغزل. صار اسمه مربوط في الشجاعة عنترة بن شداد حارب الأمة كلها، لأنهم ما كانوا يشوفونك إلا عبد في أنظرهم، في عيونهم أنت عبد بلباس عبد، تكون من تكون. وحاربهم كلهم، وبعزيمته وإصراره أجبر عليهم جبرية إنه حر وابن حر، واقترن اسمه بالشجاعة. الأبيات اللي قبل شوي صنفوها إنها أغزل أبيات قيلت في الشجاعة. عنترة بن شداد يقول في الشجاعة: يا عبلة لو أني لقيت كتيبة 70,000 ما رهبت لقاها، وأنا المنية وابن كل منية، وسواد جلدي ثوبها ورداها. يقول وقبل 70,000 ما فكرت فيهم. 70,000 لو نجيب ابن العربي لطمتين أرطغرل 100,000، يعني يبغى له لطمة ونص يشيل عنترة 70,000 ويبقى 5,000، لأنه بيبقى 5,000 يعود على ربع، يشوف الحي منهم يقتل منهم 5,000 ويصفى. من شعراء العصر الحديث يتكلموا في الغزل كثير، بس مثلا نزار قباني اللي كان يقول: طلاب الجامعات يسكرون على نهر الفرات قصيد، لأنه وصل ذروة الشهرة. من أبياتها في الغزل يقول: ويظن أني قد أميل لغيره، إني وقلبي باسمه مكتوب، أنا ما شربت الحب إلا مرة، والكل بعدك كأسه مسكوب. كثير والله الشعر تعد من وتخلي من. بس مثلا أبيات سلطان بن عباس الشاعر يقول: دخلت في الحب تصنيفه ورد اعتبار، وأجتزت كل المراحل مرحلة، وغديت مثل العرب الأفغان في قندهار، نحاربه مشكلة ونعوده مشكلة. وكذا انتهينا، ونختم بما قاله أو بوصية الإمام القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني. الله يرحمه ويرحمنا جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم.